جنة، البطة دي جميلة قوي، انا بحب العب بيها كل يوم. استني ده انا كنت عايزة العب بيها. يا ستي سيبيها، ده انت عندك نص الالعاب على الارض. خلاص يا رؤى، انا عيني جه فيها النوم، انا عايزة انام بقى والدنيا مبهدلة قوي وماما هتزعق لنا. طب تيجي نسيبها كده وننام؟ بس ماما قالت انها هترتب المطبخ وهننام. يا ماما يا ماما. ايه يا بنات، ايه الكركبة اللي انتوا فيها ده؟ ايه دي؟ ده شكله فيلم اكشن مش صولة دي. طب ممكن يا ماما ننام، احنا تعبانين وبكرة نبقى نرتب. لا يا بطوطة، الشطار بيرتبوا الاول علشان ملائكة النوم تيجي. يلا يا حبايبي لموا اللعب بسرعة ونطلع على السرير. ماشي يا ماما، عشان خاطرك بس احنا هنرتب. بصي بقى يا ست ماما، احنا عملنا لك كل حاجة. بصي بقى كده واتفرجي. الله، ايه الحلاوة دي؟ انتوا حبايب قلبي رؤى وجنة العسلتين، برافو عليكم، انا فرحانة بيكم. انا برضو رتبت المطبخ وخلصت، يلا بقى اطلعوا على السراير علشان ننام. حاضر يا ماما، بس ما تنسيش يا ست ماما تحكي لنا الحدوته الجديده بتاعت النهارده. يلا احنا هنروح على السرير مستنيينك. استني يا رؤى، قبل ما تطلعي على السرير مش لازم تنفضيه وتقولي بسم الله 3 مرات؟ برافو عليكي يا جنة، كويس ان انتي فاكرة، شطار. يلا نفضوا السرير وسموا بسم الله 3 مرات واطلعوا يلا على السرير. وانا هجيب كتاب الحواديت واجي على طول احكي لكم الحدوته الجديده بتاعت النهارده. يلا بينا. رؤى، تفتكري ماما هتحكي لنا حدوته ايه النهارده؟ مش عارفه يا جنة، اهي جت اهي. ماما هتحكي لنا حدوته ايه النهارده؟ الحدوته بتاعت النهارده اسمها رحله الغابه العجيبه. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قولوا معايا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. في يوم من الأيام كان في فصل من فصول اسمه فصل النحلة الشقية، وده كان فصل مشهور بأولاد الشقيين اللي دايما بيعملوا مقالب، والمدرس بتاعهم كان اسمه أستاذ عادل. أستاذ عادل ده كان راجل طيب جدا وبيحب المغامرات. ففي مرة قال لهم يا ولاد، ايه رأيكم نعمل رحلة للغابة الكبيرة اللي جنب المدرسة؟ العيال صرخوا من الفرح وقالوا ياه يلا بينا. وفعلا تاني يوم ركبوا الأتوبيس ومعاهم سندوتشات جبنة ومربى وبطاطس محمرة ووصلوا الغابة. في الأول كانت الدنيا تمام قوي، لعبوا وجريوا وسمعوا صوت العصافير، ومستر عادل كان فرحان جدا بيهم. بس فجأة قابلهم 2 من الولاد، كريم وحسن، شافوا أرنب بيجري فقعدوا يجروا وراه، يجروا لغاية ما لقوا نفسهم في نص الغابة، والمكان كله أشجار عالية والضوء قليل ومفيش أي صوت غير هاو 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 بتاع الرياح اللي بيخبط في الشجر. كريم قال أنا خايف، إحنا تهنا ولا إيه؟ سلمى صرخت وعايزة أروح لمامتي. ومستر عادل مسك راسه وقال يا مصيبتي، راحوا فين العيال دول؟ ومن هنا بدأت المغامرة. لقوا كهف غريب فدخلوا واستريحوا، لقوا جواه ضوء أزرق طالع من حجر بيلمع، وأول ما كريم لمسوا الكهف قفل عليهم كلهم صرخوا. بس مستر عادل بص حواليه وقال استنوا، في فتحة صغيرة هناك، امشوا ورايا. وفعلا مشوا وقعدوا يمشوا ويزحفوا، وبعد ما خرجوا لقوا نفسهم قدام بحيرة فيها تمساح نايم. الكل وقف مكانه ساكت مش عارف يعمل ايه، بس حسن قال انا هشغل له اغنية على موبايلي يمكن ينام تاني. وشغل له اغنية. بابا جاب موز، التمساح فتح عينه وبدل ما يهجم قعد يرقص. كلهم ضحكوا وقالوا ده تمساح فرفوش قوي. كملوا طريقهم لحد ما سمعوا صوت عالي، أنا الغول أبو سن طويل، وجري وراهم. الكل كان بيصرخ ويجري، وسلمى وهي بتجري قالت أنا عايزة آيس كريم مش غول. بس آيس كريم وقف فجأة وقال استنوا، الغول ده خايف من الضحك، شفته في الكرتون. وقعدوا يضحكوا عليه بصوت عالي ها ها ها. الغول مسك ودانه وقال له دماغي، انتوا بتضحكوا كتير ليه؟ وجري بعيد. وفي الآخر بعد كل المغامرات دي لقوا شجرة كبيرة جدا مكتوب عليها طريق الرجوع من هنا. دخلوا من تحتها ولقوا نفسهم جنب الأتوبيس. الكل صرخ وقال واو احنا رجعنا.
وركبوا الأتوبيس، وكل واحد كان بيحكي لمستر عادل جزء من المغامرة، ومستنيين يرجعوا المدرسة علشان يحكوا لأصحابهم. ومن ساعتها بقوا يسموا نفسهم أبطال الغابة. بعد ما رجعوا من الرحلة الأولى، العيال كانوا كل يوم في الفصل بيقعدوا يحكوا. فاكرين الغول اللي كان بيكره الضحك، والتمساح اللي بيرقص على بابا جاب موز؟ لحد ما مستر عادل قال لهم يوم تاني: ايه رأيكم بقى نرجع الغابة دي تاني، بس المرة دي نكشف أماكن جديدة. العيال كلهم صرخوا وعيطوا من الفرحة، وفعلا رجعوا الغابة، بس المرة دي كان معاهم بوصلة وخريطة وكيس مليان فشار علشان لو جعوا فجأة ولا حاجة. المهم أول ما دخلوا لقوا أرنب صغير لابس نضارة. كريم قرب منه وقال له: انت أرنب؟ انت من العيلة الملكية ولا ايه؟ الأرنب بصله وقال له: اسمي سيد أرنوب، وأنا هنا عشان أديكم مهمة سرية. العيال بصوا لبعض وقالوا: واو، مهمة؟ قال لهم: في صندوق كنز مستخبي في الغابة، بس الطريق كله مليان فخاخ ومقالب، لو لقيتوه هتكسبوا مفاجأة عجيبة. ومشي الأرنب واختفى في الهوا. مستر عادل سكت كده وقال: ايه، انا بدأت اقلق، بس يلا نكمل. ومشيوا. اول فخ قابلوه كان نهر بيعدي عليه كائن عجيب، نصه سمكة ونصه بطة، بيغني: انا البطة السمكة، لو عديت من فوقي هرشك بشوربة سخنة. العيال وقفوا متجمدين، لكن حسن طلع كيس الفشار وقال لهم: خدوا كل ده واسكتوا. الكائن اكل الفشار وقال: هم هم هم، طيب عدوا بسرعة قبل ما ارجع ازعق. عدوا من النهر، بس بعدها لقوا نفسهم في متاهة مليانة حيطة بتتحرك. سلمى قالت: دي زي اللي في لعبتي على التابلت، وقعدت تمشيهم شمال شوية ويمين شوية لحد ما خرجوا منها، وأخيرا لقوا صندوق الكنز. بس أول ما فتحوه طلع منه غاز أخضر، وفجأة كل واحد فيهم لقى نفسه متحول لحاجة تانية. كريم بقى قرد صغير بيجري بسرعة، أما سلمى بقت نحلة بتطير. حسن بقى ضفدعة بيرقص بريك دانس، ومستر عادل بقى كتكوت أصفر. العيال كانوا بيضحكوا جدا. مستر عادل بيقول بصوت رفيع: أنا كتكوت، إزاي ده حصل؟ وفجأة طلع أرنوب تاني وقال: علشان ترجعوا لطبيعتكم لازم تضحكوا بصوت عالي جدا، الغابة دي بتحب الضحك. وفعلا كلهم قعدوا يضحكوا ويهقهقوا بصوت عالي جدا، هق 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 هق، لغاية لما بقوش قادرين يبطلوا ضحك، والغاز الأخضر اختفى وكل واحد رجع لطبيعته. وفي الآخر لقوا جوه الصندوق ورقة مكتوب فيها: كنزكم الحقيقي هو روح المغامرة والضحك. وسيد أرنوب طلع تاني وقال: هتوحشوني يا أبطال الضحك، بس لو احتجتوني بس اضحكوا جامد وأنا هاجي. واختفى تاني. وركبوا الأتوبيس راجعين، وكل واحد ماسك بطنه من كتر الضحك، وقالوا: يا دي أحلى رحلة في التاريخ. جميلة قوي يا ماما الحدوتة دي، بس أنا عايز أسألك سؤال يا ماما. قولي يا جنة، اتفضلي. ماما، هو الأرنب ده كان حقيقي بيتكلم كمان؟ أكيد يا جنة، في القصة أي حاجة ممكن تحصل لما نتخيل سوا. الحيوانات تقدر تتكلم وتلبس نظارة كمان. طب هو إيه يعني معنى فخاخ يا ماما؟ يعني حيل أو حفرة أو حاجات بتتعمل علشان تلخبط أي حد بيعدي أو تصعب عليه الطريق، بس الأبطال لما بيفكروا مع بعض بيلاقوا حلول وبيعدوا منها. بس أحلى حاجة في الحدوتة دي إن مستر عادل بقى كتكوت، ده شكله هيبقى كيوت قوي. أنا لو بقيت نحلة هطير على السقف ومش هنام. بس المهم يا حبايب قلبي إنهم ما خافوش وقعدوا يضحكوا، ولما ضحكوا رجعوا لطبيعتهم، لأن الضحك كان هو الحل. وده بيورينا يا ولاد إن الضحك ساعات بيكون مفتاح لحاجات كتيرة حلوة. طب يا ماما، هو الكنز طلع إيه؟ طلع إن الكنز الحقيقي مش دهب ولا فلوس، الكنز هو الضحك والصداقة وروح المغامرة والتعاون بين الأصحاب. عارفين يا حبايبي القصة دي بتعلمنا ايه؟ ان لما بنضحك ونفكر مع بعض نقدر نعدي اي صعوبة في الحياة، والكنز الحقيقي دايما هو قلوبنا الحلوة واحنا مع بعض. يا ماما، ده كانت قصة جميلة قوي. اي يا ماما، انا نفسي اروح الغابة دي قوي.
يا حبايب قلبي، أنا مبسوطة جدا إن الحدوتة عجبتكم، ودايما فاكرين إن الضحك والتعاون هما اللي بيخلونا نعدي أي حاجة صعبة. لما نضحك ونفكر سوا نقدر نعمل المستحيل، وده أحلى كنز ممكن نلاقيه في الدنيا. اصحابنا الحلوين، لو عجبتكم الحدوتة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان توصل لكم كل القصص الجميلة والمغامرات الجاية. باي باي، هتوحشونا كتير كتير كتير. باي باي، مع السلامة، تصبحوا على خير.